مرحبا فيكم يا حبايب مثلات سارة، كيفكم؟ بعرف هذا الفيديو عبارة عن بعض كلمات لازم نتجنب نقولها حتى نعيش حياة سعيدة وهادئة، وحتى ما نحط حالنا بمواقف محرجة. نتجنب هاي الكلمات، وعشان نتلاشى هاي المواقف المحرجة ونتجنبها خلنا نشوف شو هاي الكلمات. يا ربي طفش الحياة، طفش شو هذا؟ طفش، ملل، مش عارفة اسوي ولا اشي. ليش نضلنا نقول ملل، طفش، ما عم بعمل شي؟ طب ما انتو كلامكم هاد هو اللي بدل ان انتم طفشانين وعم تزرعوا الطاقة السلبية للمكان او للناس اللي حواليكم. وعشان تتجنبوا هذا الشيء وما تحسوا، بدل ما نضلنا نكررها كل شوي، اعملوا شيء مفيد، ادرسوا، اطلعوا، شيء بتحبوه سووه، بس ما ضلكم تقولوا بس ملل وحاطين ايديكم هيك وما بتعملوا شيء. ما اكيد حيكون ملل، لازم تعملوا شيء مفيد عشان ما تحسوا بالملل. سهلة. انا بكرهك. بكرهك مرة واحدة، هاي كلمة كتير قوية، بتولد الحقد والعداء وبزيد الكره أكتر وما بتتصالحوا أبدا. لشو نقول هاي الكلمة؟ هاي مش عدوتك، هاي رفيقتك، صار سوء تفاهم، ما تقولي بكرهك، ضلك ساكتة، حل المشكلة بهدوء وخلص. هاي الكلمة بالذات بكرهك صعبة جدا، ولما تقوليها ما بتنتسى بسرعة، بتضلها محفورة في القلب. اتجنبيها. الحياة هاي ما إلها معنى، الحياة هاي مملة، ما في عدل ابدا في هاي الحياه. اكيد ضلها تقول الحياه بلا معنى لو انت ما بتشتغلي عليها. اذا انتم شايفين الحياه بلا معنى، وان الحياه مش عدل، وان الحياه صعبه، وانه مليانه عقوبات، ايه مزبوط، الحياه مليانه عقوبات وصعوبات، ما في شيء سهل اكيد، بس ما نضلنا حاطين ايدينا على خدنا هيك وما نشتغل على اللي بدنا اياه. طول ما انتم ما بتعملوا شغله بتحبوها ما راح تنجحوا. بدل ما نقعد نقول الحياه ملها معنى، الحياه مش عدل، سووا، اعملوا، ما ضلكوا قاعدين وبس، اشتغلوا على اللي بتحبوه. نفسوا العقوبات والصعوبات اللي بتواجهكم، اكسروها وتجنبوها وعدوا للمستقبل. خلوا المستقبل دايما هو حلمكم، وحققوا احلامكم. بس ما بدي هاد العيشه بدي اموت ما عادش بقدر اعيش. لشو بتتمني الموت؟ ما عم بفهم. في حدا بتمنى الموت؟ لك هاي نعمة، احمد ربكم انه نصحى الصبح ونقول الحمد لله انه صحينا وبدينا يوم جديد مليان حب وتفاؤل وسعادة. انشروا السعادة والطاقة الإيجابية. دايما اللي بتمنى الموت واللي بضلوا يتذمروا ويتشال، هذا أول مفتاح من مفاتيح الفشل. بدكم إياه؟ افتحوه بديكم، ما بدكم إياه؟ خليكم دائما راسكم مرتفعة للأمام ودائما شايفين هدفكم وحققوه، وهيك بتتحقق بكل سهولة. أنا بشعة، أنا مش حلوة، ليش أنا مو زي البنات التانيين؟ ما في حدا بشع، ما في حدا ما حلو، كلكم لازم تقولوا على حالكم إحنا حلوين. أما لو أنت وقفي على المراي وتقولي أنا بشعة، إيه ما أنت قلتي على حالك بشعة، يعني ما حدا قال عليكي حدا. ما تستني إطراءات العالم، لأن إطراءات العالم عمرها ما راح تفيدك. دايما أنت حبي نفسك، شوفي حالك، شعاري بالحياة طنش تنتعش تنتفش، بس ما تنتفشوا بس أهم شيء حبوا نفسكم، حبوا روحكم اللي جوا، شوفوا حالكم دايما حلوين. ما تستنوا حد يقولكم أنت ملكة جمال، أنت بشعة، لا أنا حلوة، هذا خليه شعارك، أو أنا حلو للشاب اللي بتابع هلا مين هاي البنت شوي عم تقول لي وتعطيني نصايح؟ بس شكلي حابب نصايحها، لانه حسيت انه هي فهيمه وعلمتني اشياء كثير انا بعملها دائما غلط. ومن بعد اليوم ما في تشاؤم، ما في ابدا تذمر، وحكون نفسي بنفسي. بالضبط، وهذا هو المطلوب. حبوا نفسكم، ما تخلوا شيء يأثر عليكم. الطاقة السلبية زدتوها وكبوها، خلوا دائما انه بتشوفوا انتوا الطاقة الإيجابية لقدام، وخلوا دائما المستقبل لقدام، وابعدوا عن شيء اسمه تردد، خوف، قلق، صعاب، تشاؤم، انه هذا سبب مفتاح الفشل. ودائما احنا بنحب نكون ناجحين. اعمل لنفسك وحب نفسك، حتلاقي حالك عم تنجح، ودائما حتلاقي حالك انت بتحمس للشغله اللي بدك اياها وراح تحققها ان شاء الله. وبس هاد كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه واستفدتوا، وبلغوا كل حبايبكم ومعارفكم حتى يشوفوا هذا الفيديو. واهم شيء حتى ينضموا لحبايب مثلات سارة، سبسكرايب تحت هون زر احمر اضغطوا عليه، هيك تشتركوا بالقناه وما بضيعوا اي جديد عليكم، ولاقي كبيره هيك حتى اعرف إذا حبيتوا هاد الفيديو ونكرر من هيك فيديوهات. بس تذكروا دائما أنا بحبكم وأنتم مصدر سعادتي يا حبايب ومثلات سارة. بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.